وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى متابعين وأحلى أخوات، وكل سنة وأنتم طيبين. جاي لكم النهاردة حبايب قلبي الفخدة الرومي، بجد تحفة وجميلة وسهلة. هوريكم بقى التركات اللي هتخليها تسرع في التسوية بتاعتها وتطلع لنا بالجمال والحلاوة ديت أحلى من المطاعم. بجد حلوة قوي. مع شوية رز بسمتي، مع شوية خضار، مع سلطة خضراء، بجد تحفة. حاجة كده فاخر من الآخر وتنفع في العزومات، بجد حاجة مشرفة زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. ويلا نخش بقى على الوصفة بتاعتنا او المقادير بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا قدام حضراتكم كده فخدة من الرومي، غسلاها ومنضفاها زي ما انتوا شايفين، ونقعاها. بعد بقى ما نقعتها كده وغسلتها كويس قوي، هنجيب بقى كده السكينة بتاعتنا. بوريكم كده غسلاها ومنضفاها. هنجيب بقى ايه السكينة بتاعتنا، لازم نفتحها من كل النواحي كده حبايب قلبي. هعمل لها بقى كذا فتحة كده زي ما انتوا شايفين. انتوا شايفين كده حبايب قلبي، لازم افتحها كده من كل النواحي عشان ما تاخدش بقى مننا سوا خالص زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى كده من الناحية التانية برضو، هقوم مفتحاها كده. لازم بقى كده هفتح بقى كده الدبوس من تحت كده لغايه اما العظمه بتاعتنا تبان. بصوا كده بغزغزها بالسكينه عشان التوابل تخش كلها في قلب الفخده. هنعمل بقى ايه التتبيله بتاعتها. معايا كده علبه زبادي زي ما انتوا شايفين، معايا توم باودر، معايا توابل فراخ، معايا بابريكا، معايا فلفل اسمر، معايا توابل مشكله، معايا الملح، معايا دبس رمان هنحط كده منه معلقه كبيره، ومعايا معجون من الطماطم زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هاخد بقى معجون من الطماطم دي، صلصه الطماطم، معلقه كبيره، بتدينا لون وطعم جميل جدا. مع شويه زيت كده، معلقتين كده من الزيت، ومعايا معلقة من الخل، زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. هقلب بقى التتبيلة كلها ديت مع بعضها، وهقوم بقى كده متبلة بقى الفخدة بتاعتنا. فخدة الرومي حبايب قلبي طعمها بجد كانت جميلة جدا. معايا بقى عصير ليمونتين هنزلهم برضو، يدينا بقى تيست كده للطعم جميل جدا. كده خلاص التتبيلة بتاعتنا بقت جاهزة معانا، بجد تحفة وهتدينا طعم جميل جدا. هجيب بقى في الفتحات دي كلها، هغلف بقى كده الفخدة كلها كده من التتبيلة، مش هسيب حتة خالص في قلب الفخدة حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين، من بره وجوه كده لغاية اما اشبعها من التتبيلة ديت، بجد تحفة. هخلصها بقى وهركنها على جنب حبايب قلبي، واكون بقى ايه اجهز بقى الخضار بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كده في الفتحات كده، لازم احط في الفتحات قوي كده عشان التتبيلة تدخل كده في اللحم زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. نزلت التتبيلة كلها، هنركن بقى كده على جنب، وهجيب بقى الخضار هقطعه وهوريكم الخضار اللي احنا هنعمله معاه. بقول لك بسيبها بقى كده على اقل كده ساعة قبل ما اكون جهزت بقى الحاجة بتاعتنا او الخضار بتاعنا، وتبقى احسن ما تكون بقى من التتبيلة تسيبها في التتبيلة من بالليل او مستعجلة عليها، يبقى ساعة او ساعتين. هنجيب بقى الخضار بتاعنا، عبارة عن بصل، طماطم، فلفل، بطاطس مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. جميل جدا، بياخد بقى من الصوص بتاع الفخدة بتاعتنا، بجد هيبقى جميل جدا، وطعمه بقى هيبقى طعم المشاوي كده، الله اكبر عليه. شوية خضار هيبقوا من الاخر، معلقة من المعجون الطماطم، معلقة كبيرة او معلقة ونص زي ما انتوا شايفين. نفس التوابل اللي انا حطيتها على
على التتبيله بتاعه الفخده حبايب قلبي. هنزلها كده على الخضار، وهقلب بقى كل ده ببعضه زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بعد ما اخلص كده بقى معلقتين 3 برضو من الزيت على الخضار بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. هنسويها في ايه بقى؟ هنجيب بقى كده حبايب قلبي، هحطها بقى كده حبايب قلبي في الكيس الحراري، وهوريكم كده وندخلها في الفرن. مش هياخد مننا ايه وقت خالص. بوريكم كده انا جايبه الحجم اللي هو الكبير عشان طبعا يقضي الفخده بتاعتنا. في اكياس حراري صغيره وكياس حراري كبيره. انا جبت بقى اللي هي الكبيره عشان تقضي معايا الخضار ومعايا الفخده ديت زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. حجم الكيس بتاعنا كبير جدا. هجيب بقى صينيه حجم كبير عشان احط بقى كده فيها الفخده والخضار ديت. كده حطيت الخضار يا حبيب قلبي، هفرده كده في الكيس زي ما انتوا شايفين. وهقوم بقى جايه حاطه الفخده بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. حطيتها كده ونزلت الصوص بتاعها كله، وهقوم جايه كده حبايب قلبي مقفلاها. القفل بتاعي اللي جاي مع الاكياس حبايب قلبي ما اتقفلش، قمت ربطها كده ربط عشوائي. وهقوم بقى هعمل فتحة صغيرة من الجنب كده، من الكيس من الجنب كده، بس كده فتحة صغيرة تخرج بس الهواء بس كده خلاص. وهنقوم مدخلينها على الشبكة حبايب قلبي تاخد سوا. هتاخد معانا ساعة الا ربع زي ما انتوا شايفين او ساعة، وهتكون مستوية معانا. بقى مستوية معانا حبايب قلبي وعجمية بجد وتحفة. بسم الله ما شاء الله. حاجة كده بجد مشرفة. ولا شوية الخضار بجد عسل، وشوية سلطة خضراء بسم الله ما شاء الله. ما خدتش سوا خالص حبايب قلبي، ومستوية مع شوية رز بسمتي حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. لايك وشير حبايب قلبي، وما تنسونيش باللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وتشجيع بقى من اختكم لاختكم حبايب قلبي كده. ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناة حبايب قلبي عشان القناة تكبر بيكو وليكو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حفظ الله.